السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ الحقي فرزي الطماطم زي ما بقولك، انا بقولك الحاجة اللي هتغلى معاكي بعد اسبوع، بعد 10 ايام، اسبوعين. فدلوقتي الطماطم رخيصة ب7 جنيه، وفي حتت تانية ارخص ب7 وب6 وب5. فهي دلوقتي ب7، انا جايباها ب7 جنيه. فالحقي برضو اعملي حبة قبل ما تبصي تلاقيها بقت ب20 و25 جنيه. هولع البوتاجاز، انا غسلتها وقطعتها، هولع عليها البوتاجاز تغلي غلوتين كده، واروح طافيه عليها وحطيها في شفشق الخلاط واضربيها، يا اما تضربيها بالهاند ميكسر. هضربها بالهاند ميكسر. ضربتها كويس بالهاند ميكسر لغايه ما عملت كده. انا مش بحب القوطه في قلبها تفل، هصفيها بمصفى وبعدين هبتدي اسخنها تاني. وده حبايبي الطماطم صفيتها وطلعت القشر منها، وهحط لها نص كوبايه سكر. وعشان ما تفورش منك والحله مليانه بتحطي معلقه زيت كده على الوش بس بيها، عمرها ما تفور منك ولا تدلق. وطلعت منها القشر، صفيتها وطلعت منها البذر والقشر. وده حبايبي البذر والقشر اللي طلعته منها، بتبقى الطماطم بقى صلصه وصافيه وفي منتهى الجمال. احلى صلصه بعملها والله، وهم من الاخر. انت هتقولي ليه كميه القطه؟ لا، انا سبتها تغلي غلوتين ثلاثه، يعني سبكتها وقبل ما اضربها بالهاند ميكسر، يعني سبتها على النار وطيت عليها كده وسبتها شربت ميتها شويه وبقت تقيله كده. يعني هتاخد غلوتين ثلاثه وهطفي عليها واكيسها واحطها في الفريزر. الطماطم حبايبي تفضل تغلي كده فتره طويله من غير ما تفور ولا تتدلق. سيبيها تغلي غلوتين ثلاثه بقى، لان انا مسبكاها على فكره، يعني انا سبتها وهي صحيحه شربت ميتها فهي كده تقيله. فهخليها تغلي غلوتين ثلاثه كده وهطفي وهوريها لك. ده حبايبي شايفين الصلصه كمني سبكتها كويس اهي، خلاص غلوتين خلاص تقلي تبقى جميله ازاي، لان انا اساسا خليتها وهي طماطم صحيحه شربت ميتها. خلاص كده هتهدى بقى وتبرد، وهعبيها في اكياس واحطها في الفريزر. حبايبي شايفين عملت كميه صلصه هي حلوه خالص، هحطها بقى في الفريزر. تستحق لايك منكم حبايبي. يلا كل اللي يشوف الفيديو يعمل لايك ويعمل اشتراك في القناه. اهو كل ما تكون القوطه رخيصه انا اقول لك عشان تعملي كميه وتعيديها، وما تحتسيش بقى في الايام اللي جايه بعدين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.